هنتكلم النهارده عن رحيل 2 من محترفين النادي الاهلي اصحاب الجنسيه الفرنسيه، ووجهه كل واحد فيهم هتكون على فكره خناقه بين كهربا والمعد البدني لكولر بعد المباراه في التسخين. ديانج القاطره البشريه، واحتمال كده في كلام ان ممكن يطلع السعوديه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عاملين ايه؟ معاكم زياد ودي قناتي، هنتكلم في كل ما يخص الكوره وخصوصا النادي الاهلي. رسميا رحيل مودست عن النادي الاهلي، وينزل بوست في البطولات اللي خدها مع النادي الاهلي ويودع الجمهور، ومش عارف انا اتاثرت ليه وانا بشوفها، مع انه يعني ما قدمش اي حاجه مع النادي الاهلي. وجهته القادمه في الاغلب يعني هتكون الاعتزال. سيو طاهر لميزون الديك الفرنسي بالنادي الاهلي، صاحب ال 12 لغه، يغادر النادي الاهلي وفي الاغلب اقرب لذاته. وطبعا ما ننساش طاهر محمد طاهر، انجازاته مع النادي الاهلي تتلخص في لقطتين: هدف الرجاء جول 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 وقوصه طلعنا. كل التوفيق لك يا طاهر، وعارف ان انت هيحصل زي احمد الشيخ وميدو جابر، هتطلع بره الاهلي تعمل موسم يكسر الدنيا وهترجع تاني على الاهلي مش هتقدم اي حاجه وبعد كده هتمشي. للاسف يا جماعه في بعض اللعيبه في مصر هي كده، الاهلي والزمالك كبيره عليهم، هم بيحبوا يلعبوا في الانديه غير الجماهيريه بيتالقوا فيها بشكل كبير جدا، بس اهلي وزمالك ما تنفع. محمود كهربا ومشكله حصلت بينه وبين المعد البدني بعد الماتش، وفي فيديو اتسرب له كده كلنا شفناه وهو سايب التسخينه ومش راضي يجري وساب الفريق ومشي، وفي الاغلب ممكن تكون في عقوبات عليه. خلينا نشوف الايام اللي جايه، وهل مشوار كهربا مع الاهلي قرب ينتهي في حاله اللي احنا كمان الاهلي بيقرب ان هو يجيب محترف افريقي، كولر مصمم على كده، فهل كهربا هيتجه ان هو يروح عقد الخليج يجيب فيه شويه فلوس اللي اتدفعت الغرامه بتاعت الزمالك، ولا هو مكمل مع الاهلي؟ هنشوف الايام الجايه ايه اللي هيحصل. الدبابه البشريه والمقطوره البشريه اليو ديانج، في كلام ان بدا يجي له عروض من دول الخليج. هل الاهلي هيقدر ان هو يستغنى عن ديانج في ظل ضغط الماتشات، ولا ممكن يجي له عرض مالي مغري جدا جدا جدا؟ ومش ديانج بس، ده في كلام على ديانج وبيرسي تاو، وفي كلام ان هيجي عرض من السعوديه للشناوي. هل الاهلي هيقدر يفرط في الفريق او الاعمده الرئيسيه للنادي الاهلي زي ديانج وبيرسي تاو والشناوي؟ خلينا نشوف الايام الجايه اللي هيحصل ونتابع مع بعض التفاصيل كلها، واي حاجه هتظهر قدامي حاجه اقول لكم عليها اول باول. ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وتفعل جرس التنبيه عشان يجيلك كل جديد ليا، وان شاء الله هنبقى مع بعض الايام الجايه كتير. شكرا، سلام عليكم.